فجر يوم 27 نوفمبر اللي هو يوم المعركة قام أربعة فقط من القوات الخاصة التي تسمى العصائب الحمراء بهجوم نوعي على مركز القيادة في محور اسمه الشيخ عقيل، وهذا من المحاور الحصينة التي توجد في منطقة ريف حلب. أخذوني إلى الموقع ووقفت وشاهدت كيف قاموا. هذه كانت نقطة معقدة جدا بين جبلين، النقاط الأخرى كلها قوية وحصينة، لو قعدوا يحاربوا فيها 10 سنين مش هتقع، ولكن هذا المدخل كان يحمي غرفة القيادة والسيطرة لحلب، ومن يتمكن من المرور من هذا المدخل يستطيع ويقضي على غرفة القيادة والسيطرة سيفقد كل القوات الموجودة في حلب القدرة، لأنه هيصيبها بالعمى. فكان الهدف الأساسي كيف يستطيعوا أن يدخلوا من هذا المكان. فماذا فعلوا؟ المكان كان فيه 300 لغم كبير مسدودة. قبل شهر من المعركة كانوا كل يوم يرسلوا عدد من خبراء الألغام يشيل صاعق الألغام ويرجع اللغم مكانه، بحيث ان هم لما يجوا ينظروا يجدوا الألغام كما هي. فبالتالي يوم 27 الصبح الطريق كان نظيف. فوجئ هؤلاء في غرفة القيادة والسيطرة، وكانوا إيرانيين ومن القوات الإيرانية الحرس الثوري وغيره، بهؤلاء فوقهم فقتلوهم فأبادوهم. ففي خلال 24 ساعة استطاعوا أن يستولوا على أكثر من 20 قرية، وفي خلال 48 ساعة دخلوا إلى حلب.